السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم فيديو جميل جدا جدا، رز بلبن بأقل تكلفة، اكبر كمية بطعم لا يقاوم، احسن من احسن محل. يعني ان شاء الله بإذن الله زي ما انتم شايفين الكمية دي اللي طالعة معانا من حاجات بسيطة جدا وبتكلفة قليلة، بس طعم ما يتقاومش. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. شايفين قد ايه تحفة؟ وقسمت لكم الكمية نصين، الرز بلبن العادي ورز بلبن في الفرن. الله على الطعم، بصوا بسم الله ما شاء الله، كريمي. بصوا بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه كده من الاخر جميله جدا 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 وهتعجبكم، وبألف هنا وشفا ان شاء الله. يلا نشوف بقى الفيديو الجميل ده عملناه مع بعض ازاي، والمقادير بتاعتنا بسيطه جدا جدا، من كميات قليله هتطلع معاكم الحاجات الجميله دي واقل تكلفه، وان شاء الله يعجبكم وينول اعجابكم باذن الله. دلوقتي الحاجات اللي احنا محتاجينها: كوبايتين سكر، طبعا السكر حسب الرغبة. معايا هنا كوباية مية، كوباية رز او ربع كيلو رز، يعني زي ما تحسبوا. 2 كيلو حليب، بس الحليب عايزاه يكون فريش وطازة. الرز طبعا انا غسلاه ونقعاه، يعني سبته حوالي نص ساعة. هاخده دلوقتي، هجيب حلة طبعا كبيرة، احط فيها الرز اول حاجة خالص، وهسوي الرز بالمية مش هسويه بالحليب. ما بيستوي بالميه بيساعد كده ان هو بيستوي معايا حلو، وبيدي قوام جميل وينزل النشا اللي فيه، ويبقى بسم الله ما شاء الله افضل بكتير من ان انا اسوي بالحليب. احنا قلنا تكلفه قليله وطعم جميل جدا، فاحنا بنحاول نقلل التكلفه وندي النتيجه كمان احلى وافضل. زي ما انتم شايفين كده، انا سايباه لحد ما ياخد، زي ما انتم شفتوا السوا بتاعه بدا يدخل في السوا. هحط الحليب، قلت 2 كيلو حليب، ولازم الحليب يا جماعه يكون فريش وطازه كده علشان ويكون كمان كامل الدسم. هبدأ احط الحليب واقلبه معاكم اهوت في الرز، وبرده على نار متوسطة، مش هعلي النار. وافضل اقلب الحليب لحد بقى ايه ما خلاص يندمج خلاص كده، ويقوم ان هو خلاص هيخش في الغليان. نبدأ نضيف السكر. احط السكر زي ما انا قايله لكم حسب الرغبه، عايزين تزودوا سكر زودوا، عايزين تقللوا دي شيء في ايديكم، السكر مش ليه مقادير. وهبدا ادوب السكر كويس جدا مع الحليب والرز لحد ما يغلي معايا. وهنحط دلوقتي فانيليا، يعني معلقه صغننه جدا من الفانيليا. وبعدين هحضر النشا على جنب. انا معايا هنا حوالي 3 معالق نشا كبار، وهزودها بالحليب واقلبها كويس جدا، واصفيها كمان عشان اتاكد ان النشا داب. فانا هقلبها كويس خالص على اساس ان هي برضو ايه ما يبقاش فيها اي تكتلات تخلي الرز بلبن يبقى ايه معجن مننا او يكون في تكتلات. هحط الفانيليا على الرز بلبن لحد طبعا ما يغلي معايا، ونبدا نضيف معايا هنا معلقتين من الكريم شانتيه. هي دي بقى اللي بتخلي قوامه وطعمه لا يقاوم، واحسن من احلى محلات كبيره وفخمه. هتعملوا التجربه دي ان شاء الله وهيعجبكم وينال اعجابكم. هبدأ أدوب الكريمة كويس جدا معاهم لحد ما يغلي. وبعدين النشا مش هنزل بالكمية كلها مرة واحدة، ايد بتقلب وايد ماشية ماسكة النشا، تنزل سرسوب بسيط كده. أهم دي أحلى خطوة، يعني دي الخطوة المهمة جدا لنجاح الرز بلبن. طول ما انت بتقلبي ومنزلة بكميات بسيطة كده ان شاء الله ناجح معاكي بإذن الله. أهم حاجة ان انت تكوني بتقلبي كويس وايديكي ما تطلعش منها. انا مش عايزة اشيل اجرب الكاميرا، انا عايزه اسيبه معاكم كده على اساس تشوفوه كله من الاول للاخر. هبدا اقلب، شايفين بدا يتقل معايا خلاص اهوت. واول ما يخش في الغليان ويغلي معايا، طبعا عشان النشا لازم يغلي كويس. شايفين بقى القوام بتاعه بسم الله ما شاء الله، وريحته مش عايزه اوصف لكم عامله ازاي. هبدا اقلبه كويس واكون محضره الطباق بتاعتي على اساس ان انا ايه هغرفه فيها. وهوريكم دلوقتي شكله بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. طبعا زي ما انتم شايفين خلاص غلي معايا كويس جدا اهو. هبدا اغرفه في الطباق، وبسم الله ما شاء الله، الله اكبر. شايفين بسم الله شكله عامل ازاي. وطبعا انا مش بحب النشا تكون كتير عشان ما يتقلش منكم زياده عن اللزوم. طبعا هو لما بيبرد هتشوفوا القوام بتاعه عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله. احنا قلنا هنقسم الكميه نصين، نص هنسيبه رز بلبن عادي، والنص التاني هندخله الفرن. هكون محضره برضو معايا اطباق اللي هي الالومنيا، او انت عايزه تحطيه في طواجن، الحاجه اللي موجوده عندك ومتوفره على اساس ندخله الفرن بيهم. شايفين بقى طبعا الكميه بسم الله ما شاء الله. هدخله الفرن وهولع الشوايه بس من فوق، مش هولع الفرن من تحت، ان هو ياخد اللون من فوق ويبقى ايه هيبان معاكم دلوقتي كده. انا محضراه وغرفته، هدخله الفرن وهياخد في الفرن حوالي بالظبط 10 دقايق، ويطلع معاكم بسم الله ما شاء الله. شايفين اللون بتاعه، الله اكبر عليه. جميل جدا. هسيبه طبعا لما يبرد، وهو لما بيكون طالع من الفرن لسه سخن تسيبيه يبرد. بعد
ما بسيبه يبرد بدخله بقى التلاجة يسقع معايا كده ويبقى متماسك وجميل. وتشوفوا بقى الطعم الكريمي. بصوا بسم الله ما شاء الله. طبعا التزويق ده براحتك، عايزه تسيبيه كده ماشي، عايزه تحط زبيب جوز الهند اي حاجه موجوده عندك او ولادك بيفضلوها. بس المهم في الاخر النتيجه والخطوات. بسم الله ما شاء الله. انتوا عارفين دلوقتي الحاجه كلها غاليه، واحنا بنحاول نعمل الحاجه في البيت بنوفر على قد ما نقدر. وكمان بدل ما نشتري، شوفوا العلبه من بره بكام وعدد افراد الاسره. ده بقى كميه كبيره وكمان قاسمينها نصين، يعني هناكل من الرز بلبن العادي واللي بالفرن. شوفوا قد ايه، شوفي بسم الله ما شاء الله. كريمي مستوي جدا متماسك، يعني حاجه من الاخر لا تقاوم. وهوريكم كمان بسم الله ما شاء الله اللي في الفرن الله اكبر عليه. ايه رايكم في الجمال والحلاوه دي؟ اللي بيشوف الفيديو ما ينساناش في اللايك يا حبايبي، وان شاء الله تكون عند حسن ظنكم. وحبايبي اللي بيشاهدونا لاول مره الاشتراك في القناه، وشرفتونا ونورتونا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.